مساء الخير. معاكم في سلسلة حكايات مخفية. زي ما اتفقنا العالم مليان غرائب وعجائب، بس احنا كل يوم هنكتشف حاجة جديدة مع بعض. القصة النهاردة بتبدأ في قرية صغيرة موجودة في ألاسكا، قرية بسيطة أهلها بيشتغلوا في الخيوط وتجارة الأسماك. بتبدأ الحكاية مع الدكتورة أبيجيل تايلر، دكتورة نفسية بسيطة مغمورة. جالها شكوى من عامل أخشاب بسيط اسمه ماثيو عن إنه بقاله فترة بيحلم ببوم أبيض. كل يوم بيشوف بومة أو أكتر لونهم أبيض، ومع ظهورها صوت أزيز عالي جدا بيصحيه من النوم متوجع لدرجة إن ودانه بتنزف دم. كتبت له على مسكنات ومجموعة مهدئات، ورجعت السبب لده لإرهاق للعمل وإدمان للكحول، علشان بعدها على مدار أسبوعين يوصلها 5 حالات من أهالي القرية بنفس الوضع، نفس الأحلام. يوم 18 يناير 2007 اتصلت أبيجيل بأستاذها في كاليفورنيا عشان تاخد رأيه، واللي خمن إنه عدوى فيروسية أو فطرية في المية، لحد ما ظهر في حياتها إلياس، راجل بسيط بيشتغل حارس في مول القرية، واللي كانت أحلامه مختلفة. كان بيحلم إن البوم ده ليه أجساد بشرية، وبيعمل تجارب طبية عليه في الحلم، وكل مرة بيصحى من الألم وجسمه مليان خربشة. الراجل بطل ينام، فقد الاتصال بالوعي، بقى عصبي ومنطوي جدا. ولما ملقاش حلول مع جلسات أبيجيل، اتفاجئت في يوم من الأيام بالشرطة بتتصل بيها بتبلغها إن إلياس قتل مراته وبنته، بعدها انتحر جنبه. خدت أبيجيل ملفات الحالات وبعتتها لدكتورة استشارية في أمراض النوم العصبية، واللي اقترحت على أبيجيل تنومهم مغناطيسيا تسمع باقي إفادتهم شافوا إيه في أحلامهم، خصوصا إن كلهم بيفقدوا الذاكرة بخصوص أحداث الحلم. مع تدخل أبيجيل في جلسات التنويم المغناطيسي بدأت هي كمان تشوف الأحلام. لحد يوم 5 فبراير شرطي مرور في شوارع القرية اسمه تيمي استقبل اتصال من أبيجيل بتصوت وتعيط إن في حد خطف عيالها. أول ما وقف تيمي قدام منزل أبيجيل شاف حاجة طايرة وشبه العنكبوت على سطح بيتها، واللي لقطته كاميرا عربية الشرطة بتاعته. اتفزع طبعا وبلغ اسم الشرطة، وبسرعة كانت الدوريات قدام بيت أبيجيل. دوروا في القرية وفي المدينة كلها، مفيش أثر للطفلين. تم إنكار شهادة تيمي مع إنه أكد اللي قاله قبل كده، واشتبه أهل القرية في أبيجيل نفسها تكون هي اللي قتلت ولادها. دخلت أبيجيل في حالة من الاكتئاب، خصوصا مع مرور الوقت وهما لسه ملقوش الطفلين. ساءت حالتها الصحية جدا، وقررت اللجنة العامة إن هي تدخلها مصحة نفسية. بس هي طلبت طلب أخير قبل دخولها، إنها تقابل جوزها اللي انفصلت عنه دكتور بيتر ماير. هنا طلبت منه إن هو ينيمها مغناطيسيا ويحاول يعرف منها مكان الطفلين ومين خطفهم، وطلبت منه إن هو يسجل الجلسة دي علشان تحصل واحدة من أكتر الأحداث رعب يمكن في التاريخ كله. جسم أبيجيل فجأة طار في الهوا فوق السرير، ومن بقها طلع صوت شخص بيتكلم بلهجة غريبة. جوزها خمن إنها ممسوسة، فحاول يستفز الكيان اللي مسها، إلا إنه اتعصب ودخل في نوبة غضب. وفجأة فضلت تصرخ أبيجيل وتقول أنا حاكم هذه الأرض، الأطفال دول لعبتي. وبيتفاجئوا ببق أبيجيل بيتفتح فجأة بشكل مرعب لدرجة إنه كان وصل لصدرها. اتفزع المصور والطبيب المساعد في اللحظة دي، وانتهت الجلسة بوفاة أبيجيل نتيجة توقف قلبها. اتقال إن الحكومة اتواجدت في المكان تاني يوم الفجر وفتشت القرية كلها، ورحلت أهل القرية عنها وعزلت القرية. القصة دي اتهمت فيها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بالتكتم على معلومات حيوية تهم الكوكب. اتعملت القصة فيلم وكتاب، وتقدر تشوف الفيلم تحت عنوان The Fourth Kind، ودي صور مسربة من القصة. زي ما اتفقنا في أول الحلقة، العالم مليان غرائب وعجائب، وكل يوم هنعرف منهم حاجة جديدة، بس على قناة رعب خلف الظلام. ابقوا معنا.